السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالأساطير، التحدي المنتظر وصل. جهزنا رومات مخصوصة ولعبنا 8 جولات طح ضد فريق من أقوى لاعبي المحاكي، الأصابع ضد الكيبورد والماوس. ونبدأ المباراة الأولى ومعانا سمير حنجرة. بدأنا المباراة، يا ترى هنشوف المباراة ازاي؟ ومعانا جلاتش الأسطوري، وبعتولنا علي الجاسوس علي. يا ترى هيلعب معانا ولا ضدنا؟ هنشوف. بعتولنا علي عشان يوازن الفريق، يا ترى هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا المحاكي عايز يثبت قوته في الدقة، واحنا هنرد عليهم بالسرعة والكلاو الكلاو. ومعانا الضربة الأولى من الجاسوس علي. هل يا ترى بيلعب معانا ولا ضدنا؟ هنشوف يا جماعة. وسوبر يدي سكارلو على عينه. هل يا ترى سيكشر عن أنيابه ويتقدم سكارلو؟ شكله هيعملها ولا ايه؟ ويقفزه في الهواء ويضرب سايلنت هيل ويقتله بالمسدس، ولكن سوبر ينتقم لسايلنت هيل، يرد ما يرحمش سكارلو. والنتيجة الآن 4-2 لفريق المحاكي. والزيات يعمل لقطة أسطورية، لك عاش. تحس كده إن كان عالم مسلم له نفسه كده، مش عارف. وشايفين النتائج على يمنا يا جماعة. وطبعا معانا فريق المحاكي الزيات وسايلنت هيل وسوبر يا جماعة. الفريق الأسطوري فريق جبابرة المحاكي، جبروت المحاكي معانا يا شباب. وجلاتش يقفل سايلنت هيل معانا يا جماعة. يا الله، والله المعركة طاحنة وجديدة يا جماعة، والله المعركة طاحنة. عاش يا رجالة. فريق الموبايل قدام فريق المحاكي، يا ترى مين هيكسب؟ وانا قلت من شوية كلاو يا جماعة حرفيا بتعني المخلب، وهو اسلوب لعب وتثبيت الاصابع. دي تقنية لاعبين الموبايل اللي هم يقدروا يواجهوا الايميليتر، بمعنى ان هو بيلعب بكذا صابع، يعني ممكن يدخل 4 أو 6 صوابع يلعب بيهم. زي ما شاء الله المشهد ده بالظبط، بينط ويضرب في كذا اتجاه والدروب شوت، يعني ما شاء الله عليه في كل اتجاه شغال. كم صابع بيلعب؟ جلاتش الاسطوري الحرفوش بتاعنا، ما شاء الله عليه. هل فريق الموبايل اللي بيلعبوا باصابعهم وقوة الكلاو هيقدروا يواجهوا جبروت المحاكي؟ اوبا، سايلنت السفاح، الجحيم الصامت. وأسيب حضراتكم تستمتعوا بالجزء الأول من سلسلة رومات الكتيبة.
للأسف النتيجة في أول جولة طبعا لفريق المحاكاة يا جماعة. سوكارلو وجلاتش أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم، يعني بفريق الموبايل يجيبوا 25 كيل والجاسوس على 4 كيل، الفوز للمحاكي، لكن الموبايل أثبت قوته وجدارته. وبداية الجولة الثانية ودخول مستر أوركا وانضمامه إلى فريق الموبايل، والإيم بتاعه ما شاء الله حكاية. وما زال علي الجاسوس يلعب الجولة الثانية مع فريق الموبايل. Team match. Let's go. اهو علي افتتح المباراة الأولى، الجولة الأولى برضو وخسرناها. يا مسهل الحال يا رب.
وبكده نهاية المباراة الثانية بفوز فريق الموبايل يا جماعة. كده النتيجة 1-1 يا محاكي، والكلاو أثبت وجوده وفريق الموبايل ينتفض ويرد اعتباره، وفوز حاسم. والجاسوس علي بنشك في ولائه للفريق بتاعه بعد ما جاب ال9 كيلو. انتظرونا في الجزء الثاني من سلسلة رومات الكتيبة.